النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما السوري بكل تفاصيلها. بجد سهلة جدا وبسيطة، ما تشتريش اي حاجة من بره. طبعا اولادنا كلنا بيحبوا الاكل السريع ده، واحنا كمان طبعا بنحبه، فهنعمله مع بعض في البيت بكل سهولة. هيكون سهل جدا معاكي وبسيط قوي. يلا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الشاورما الجميلة دي ازاي. اول حاجة معايا كيلو من البانيه او صدور الفراخ، اي حاجه عندك. المهم هتقطعيها التقطيعه اللي انت شايفاها دي، رفيعه وطويله كده زي تقطيعه الشاورما بالظبط. خلاص هنغسلها كويس جدا بالليمون ونظبطها ونصفيها من الميه، وبعد كده هندخل نعمل التتبيله. معايا علبه زبادي، معايا ربع كوبايه من الزيت، معايا ربع كوبايه صغير، ربع فنجان صغير من الخل، وكمان معايا فصين من الثوم، فصين حلوين كده من الثوم، ليمونتين، هناخد العصير بتاع الليمونتين، ليمونتين حلوين برضو. هتعملي التتبيلة بصي حلوة جدا وبسيطة، يعني ما فيهاش حاجات كتير. تمام. خلاص كده. زي ما قلت لكم، زبداية، ربع كوباية من الزيت، فصين من الثوم، ربع فنجان صغير من الخل، وعصير ليمونتين. وبعد كده هنشوف هنعمل التوابل معايا ازاي. التوابل بتاعتنا بسيطة قوي مش كتير يعني. خلاص هنجيب بقى كده نص معلقة من الملح، على نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الاسود، رشة بسيطة قوي من القرفة، وكمان رشة بسيطة قوي من الكركم، ونص معلقة من الجنزبيل، نص معلقة من السبع بهارات. هنحط كمان نص معلقة من الثوم البودر والبصل البودر لو موجودين عندك، لو مش موجودين مش مشكلة، ممكن تستغني عنهم. خلاص. ورشيت كمان ربع معلقة صغيرة قوي من السكر، معلقة كبيرة واحدة بس من الصلصة. لو عندك بقى كاتشب هتضيفي كاتشب وهتستغني عن الصلصة، وربع معلقة السكر. تمام. يبقى انا استخدمت معلقة من الصلصة، ضفت عليها ربع معلقة صغيرة من السكر بس. هنزل بقى بالفراخ اللي احنا مقطعينها تقطيع رفيع، هبتدي اقلبها، والتتبيلة دي علشان تاخدي طعم حلو تسيبيها كده شوية حلوين في التتبيلة. كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما بيكون طعمها اجمل معاكي. عايزة تعمليها من بالليل هتكون احلى، عايزة تعمليها في نفس اليوم سيبيها ساعتين بس في التتبيلة، وبعد كده هتبتدي تشتغلي فيها. هنجيب بقى الجريل او الطاسة اللي عندك، هنسخنهم كويس جدا جدا. اهم حاجة التسوية بتاعت الشاورما عشان تطلع معاكي زي بره بالظبط. بعد ما نسخن الجريل كويس قوي، هنبتدي بقى ننزل بالفراخ اللي معايا. بص هنوزعها كده علشان ايه، عايزاها تاخد لون من تحت. تمام. هنوزعها على مرتين، خلاص، علشان تبقى مفرودة معايا، وعايزاها تاخد لون. مش هقلبها ولا اي حاجة لحد ما تنشف خالص وتاخد اللون بتاعها من تحت. بعد كده هبتدي اقلب فيها علشان تاخد اللون التاني من الناحية التانية. بس كده. خلاص نفردها برضو كده في الصينية علشان تستوي التسوية بتاعت بره بالظبط. هتاكلي بقى سندوتش شاورما ولا يا ولا، مش اي حد ممكن يعمله. خلاص. هخلص بقى الكمية دي ونسوي بقية الكمية التانية. بعد ما استوت كده هبتدي ارفعهم من على النار، وابتدي انزل بالكمية التانية زي ما قلتلكم. برضو بنفس الطريقة هنفردهم في الصينية او الجريل اللي عندك، اي حاجة هتسوي فيها، علشان عايزاهم ياخدوا لسعة كده من تحت، يعني ايه تتحمر معايا كويس قوي. هننزل بقى بقية الكمية برضو نفس الطريقة. الريحة كانت خطيرة، التتبيلة بتاعت الشاورما دي فعلا تحفة. يعني هتعمليها على طول وهتعتمديها وهتعمليها على طول لأولادك، هيطلبوها منك على طول. خلاص كده. كانت استوت برضو بنفس الطريقة. هبتدي بقى أشيل كل الكمية دي زي اللي قبلها. وخلاص على كده عندك بقى التكملة، هتكملي خلصتي التسوية بتاعتك. هقول لكم هنعمل ايه في الفراخ. في خطوة كمان كده هنعملها هتديها طعم تاني خالص برضو، وهتحول طعمها اكنك يعني ايه شويها على الفحم بالظبط. خلاص كده. هنشيل كل الفراخ دي، والجريل بتاعنا ده احنا مش هنشيله عشان هنستخدمه لسه، هنكمل فيه. تمام. هروح بقى كده اسوي فحماية على النار، وبعد كده هننزل بنص معلقة من الزيت، واجيب الفحماية احطها على الزيت، ونغطي بقى على الشاورما. وهنا بقى هتشم ريحة تحفة اكنك شويها على الفحم بالظبط. شفتوا بقى 5 دقايق وهنشيلها. هتديكي طعم حلو جدا للفراخ. ودي خطوة اختيارية، لو انت مش حابة تعمليها استغني عنها.
ولكن بتاخد الفراخ لحتة تانية خالص زي ما قلت لكم. هنا بقى العيش السوري ايه انا عملته، بس لقيت الفيديو هيطول عليكم قوي فقسمت الفيديو على جزئين يعني. هنزله لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على طول، تعمليه في البيت بسيط جدا وسهل بمكونين بس. هتكوني عاملة العيش السوري او عيش الشاورما زي ما بتسميه بقى، سهل جدا وبسيط ومش هياخد وقت معاكي خالص. ان شاء الله الفيديو جاي هيكون عاملاه معاكم وهكون منزله لكم. وكمان عملنا الطوميه برضو في البيت بطعم جميل جدا، احلى من اللي بره بكتير. هنزلها لك برضو في فيديو علشان تعملي الشاورما كلها من اولها لاخرها ببيتك وما تشتريش اي حاجه من بره. تعالوا بقى هنا نجمع السندوتش بتاعنا. وزي ما بتحبي بقى، لو عندك خيار عايزه تضيفي اي نوع مخلل، عايزه تضيفي اي حاجه بتحبيها في الحشو ممكن تستخدميها براحتك خالص. انا ابتديت كده احط معلقه من الطوميه، وكمان هضيف بقى الفراخ، نضيف جبنه شيدر، جبنه تركي، اي حاجه عندك، جبنه موتزاريلا زي ما قلت لك. الحشو ده يعني زي ما بتحبي حطي. لو كان عندي مخلل خيار كنت هضيف، بس ما عنديش فاستغنيت عنه وكان حلو جدا برضو. عملنا واحد كده. وكمان حمرت بطاطس، هنحشي بطاطس مع الفراخ. عايزه اقولك كمان ممكن تعملي الشاورما دي بطاطس بس بالجبن كده والطوميه، بيكون طعمها تحفه جدا. والساندوتش بيتباع غالي قوي بره، سندوتش البطاطس بس مش الشاورما. البطاطس شاورما البطاطس، فانت اعمليه لاولادك زي ما قلت لك، هتوفري كتير جدا. هتكوني ضامنه الحاجه اللي اولادك بياكلوها، هتكوني عاملاها بايديكي وسهله جدا، تعبك في حاجه. كل حاجه سهله وبسيطه ممكن تعمليها في البيت خلاص. وبالكميه، وهتعملي كميه كبيره يعني بحاجه، هتروحي تدفعي مبلغ كبير قوي بره، مش هتعملي كل الكميه، او مش هتجيبي كل الكميه اللي احنا عملناها ممكن بنفس المبلغ اللي انت هتدفعيه بره في سندوتشين بس. انت هتعملي كميه كبيره لاولادك بسعر سندوتشين بس من الشاورما بره. خلاص كده هخلص كله بنفس الطريقه. وبعد كده هاخد كل الشاورما اللي معايا واروح على الجريل، هكون ضايفه فيه كده معلقتين من الزيت وهبتدي انزل بقى بيه. بس قبل ما استخدمه مسحته كده بمسحه بالمنديل كده، يعني نضفته مكان بقى الشاورما. وبعد كده نزلت بقى بالعيش اللي احنا عملناه سندوتشات. اول ما تاخد لون كده الذهبي الجميل ده هنبتدي نشيلها من على النار. هدي النار عليها شويه يعني ما تعليهاش قوي علشان تاخد اللون الذهبي ما تتحرقش منك وايه، ويبقى شكلها مش حلو. يعني خلي النار وسط عليها. وكمان ضيفي في الجريل معلقتين من الزيت عشان يساعدوكي ان السندوتشات بتاعتك تاخد اللون الحلو ده. خلاص كده شوفوا بقى طعمها كان خطير. بقى لو شمين ريحتها، اولادي كلوها ما شاء الله بالف هنا وشفا، وكانوا عايزين تاني. ما يبتدي ياخد لون نقلبه على الناحيه التانية ونشيله وبس كده. كان معايا احلى سندوتشات شاورما تستاهل بقكم فعلا. زي ما قلت لكم هتعمليها في البيت من الالف للياء، بس عشان الفيديو كان هيطول مني قوي فانا قسمته لكم على 3 اجزاء برضو. يعني الشاورما في يوم، العيش في يوم، الطوميه هتنزل لكم في فيديو بسيط قوي برضو كانت تحفه. جربوها بقى انتوا بنفسكم وشوفوا هتعجبكم ولا ايه، وقولوا لي لو جربتوها بكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي عجبتكم ولا ايه. بس كده تعالوا بقى نشوف الجمال ده مع بعض وندوق بقى. احلى بقى خطوة واحلى مرحلة بقى في الفيديو، مرحلة اللي احنا ندوق مع بعض. ما شاء الله عملنا كمية كبيرة. دول كانوا 4 كوبايات من الدقيق، الكمية دي كلها 4 كوبايات بس من الدقيق. هتشوفوها الفيديو جاي ان شاء الله. عملنا كمية حلوة جدا بحاجة بسيطة قوي ما كلفتناش كتير، وكان طعمها احلى من بره بجد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. فعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديدة، وشيروا الفيديوهات مع كل اصحابكم وحبايبكم عشان توصل لناس كتيرة جدا. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. جربوا بقى الشاورما السوري على طريقتي انا، هتعجبكم قوي. زي ما قلت لكم بسيطة، خطواتها بسيطة قوي وسهلة، وهتدخلي المطبخ وتخرجي على طول وانت عاملة لهم وليمة من الشاورما بحاجة بسيطة جدا. هتملي بيتك خير وهتفرحي اولادك بيها. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. باي.